السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النذر منهي عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأن النذر: النذر لا يرد من القدر شيئا ولكنه يستخرج من البخيل. فالإنسان منهي عن النذر، ولكنه إذا أنذر نذر طاعة يجب عليه أن يحقق هذا النذر، حتى لو كان في الجاهلية، كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان أنذر بأن يعتكف ليلة في البيت الله الحرام قبل الإسلام، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: أوفي بنذرك. فلذلك لا يجوز ترك النذر. فإذا تذكرت هذه الأخت النذر ما أنذرت من صيام يجب عليها الوفاء بذلك كما تلفظت به تماما، وإن كان نذر معصية فلا تفعله وتكفر عن يمينها. فكفارة النذر هي كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو إن عجز عن إطعام ويعتق رقبة، طبعا لا يوجد رقاب، فإن عجزت عن ذلك فيصار إلى صيام 3 أيام. هذا كفارة النذر الذي لا يستطيع أن يحققه الإنسان، والله أعلم.